السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة 27/9/2024، مباراة السوبر ما بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وبين الزمالك بطل الكونفدرالية. بنسجلها بدري جدا عشان نتكلم فيها فنيا زي ما قلنا على نقاط القوة، نقط القوة ونقط الضعف عند النادي الأهلي وعند نادي الزمالك. هنبدأ بالأول بس بالتشكيلة المتوقعة لنادي الزمالك: محمد صبحي، المسلوسي، و حسام عبد المجيد. وتوقعات الشخصيه: محمد شحاته ودونجا وعبد الله السعيد. باك رايت هيكون الزناري، باك ليفت هيكون عمر جابر. قدامهم توقعات الشخصيه: ناصر ماهر ناحيه الشمال هاف ليفت، وهاف رايت زيزو، والفيرود سيف الجزيري. دي التشكيله اللي الزمالك لو بدأ بيها هيقدر يعمل نوع من انواع التوازن او البالانس في نص الملعب. نقط القوة عند الزمالك ونقط الضعف هما الحقيقة في نص الملعب. في اتنين لعيبة محور اداء الزمالك، الاتنين لعيبة دول اكس اهلي، اللي هو ناصر ماهر وعبد الله السعيد. الاتنين هيلعبوا كده كده، خلينا متفقين ان الاتنين هيلعبوا كده كده بجميع الاحوال، هيلعبوا كده كده ان شاء الله رب العالمين، طبعا اذا اذن الله يعني. لكن جوميز لو لعب بالتشكيله بتاعت اخر مباراتين في الكونفدراليه، اللي هو البوليس الكينيا، هيبقى سلاح ذو حدين، تحديدا لما نتكلم على الدايره، لما نتكلم على نص الملعب. الزمالك يا جماعه قوته كلها، او مكسب الزمالك النهارده لا قدر الله، او مكسب الاهلي باذن الله، ليه علاقه بثلاث لعيبه في نص الملعب، او ليه علاقه باثنين لعيبه في نص الملعب. الاثنين كده كده هيلعبوا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. القصه كلها منحصره في حاجه واحده بس: لو لعب الزمالك بواحد 6 و2 8 اللي هو دونجا وقدام عبد الله السعيد وناصر ماهر، دي سلاح ذو حدين. مكسب كبير جدا نادي الزمالك، لان هيديله الاستحواذ في نص الملعب، واللعيبه اللي بتعرف تقف على الكوره وبتعرف تعمل التيرنينج، او بتعرف تعمل الدوران بالكوره وتطلع، تودي بقى زيزي، وتودي بقى مصطفى شلبي، تودي سيف الجزيري اللي بيتحرك عرضي حلو قوي. ده خطر كبير جدا على النادي الاهلي، بس في نفس الوقت زي ما قلنا هو سلاح ذو حدين. ليه؟ لان هيلعب بواحد 6 و2 8. 1 6 و2 8 قدام الاهلي مش مأمونه، مش سهله، مش انت مش بتلاعب فرقه صغيره، انت بتلاعب لعيبه كبيره جدا. بتلاعب حسين الشحات ممكن ينزل، بتلاعب بيرسي تاو ممكن يضم، بتلاعب امام عاشور ممكن يقف ورا الاثنين الثمانيه اللي هو ناصر ماهر وعبد الله السعيد، ويقدر يستلم من وراهم ويعمل زيادات عدديه، خصوصا لو حسين الشحات ضم للقلب وطلع يحيى عطيه الله، او بيرسي تاو ضم للقلب وطلع محمد هاني، لان كده كده تشكيله الاهلي معروفه. فالموضوع بتاع 2 8 1 6 في نص ملعب الزمالك ده خطر جدا جدا. الفيديو ده مهم يا جماعه، واستاذنكم ركزوا فيه بس شويه، لانه انا بتكلم فيه فني بقى، بتكلم فيه كوره، الحاجه اللي بحبها قوي. فتوقعي الشخصي زي ما قلت في اول فيديو من تشكيله الزمالك، اللي هو هيلعب بدونجا ويلعب بمحمد شحاته 2 6 في نص الملعب، وقدامهم عبد الله السعيد، ومش هيستغنى عن ناصر ماهر اللي هيلعبه هاف بدل مصطفى شلبي، ومصطفى شلبي ممكن يكون دك. طبعا الناحيه الثانيه زيزو، وقدام طبعا سيف الجزيري. ده توقعي الشخصي. تعال نتكلم على الاهلي، لان هنتكلم برضو عن نقاط القوه والضعف في الفرقتين. الاهلي تشكيله معروف: محمد الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، يحيى عطيه الله، مروان عطيه، واكرم توفيق. وقدامهم امام عاشور، على يمينهم بيرسي تاو، على شمالهم حسين الشحات، واسام ابو علي باذن الله في قلب الهجوم. ده توقعي الشخصي للتشكيله الاساسيه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. نقط الضعف عند نادي الزمالك هي فكره اللي الزمالك تحديدا الرباعي الخلفي كلهم ما بيلعبوش في مراكزهم باستثناء حسام عبد المجيد. يعني عمر جابر هيلعب باك ليفت، ومش على عدلته، مش على وقفته، بيجدها كويس، بيلعب باليمين والشمال، بيعرف يرفع، بيعمل اوفرات بالشمال، الاجابه بس برضه ليها علاقه بوقفه الباك رايت والباك ليفت في البوزيشننج، هل هو في صح ولا لا، وهيتلعب من وراه حاجات كتير ولا لا، وهكذا. الناحيه الثانيه محمد الزناري، مصطفى الزناري، لو لعب باك رايت هو ده مكسبنا الحقيقي، هو ده مكسبنا الاساسي. حمدي المسلوسي عامل واحده من اقوى مواسمه الموسم اللي فات، كان حلو قوي قوي. انا في رايي الشخصي عدى، او هو كان نمبر 1 في الزمالك، احسن لعيب في الزمالك السنه اللي فاتت، مع كامل الوضع في اعتبار الزمالك ما كانش احسن حاجه السنه اللي فاتت، انما المسلوسي كان كويس قوي. بس المسلوسي ما بيلعبش باك رايت، ما بيلعبش مساك، هو الراجل بيلعب باك اساسي. فدي برضو من النقط الضعف اللي عند الزمالك. زي ما قلنا نقط القوه عند الزمالك:
الحته دي مهمه قوي يا جماعه، بتاعه نص الملعب. قلب الملعب ده اللي هو الدايره، اللي هو عبد الله السعيد وناصر ماهر، الاثنين كويره هيتعبونا جدا جدا. خلي بالكم الزمالك على مدار 20 25 سنه على حسب ما افتكر يعني، على حسب ما اتذكر، ما كانش عنده اللعيب اللي بينزل يستلم الباك رايت والباك ليفت وبيبدا يحرك الناس من تحت ويبدا يدي البوزيشننج او الاستحواذ للزمالك. موجوده مش في واحد بقى، موجوده في اتنين، عبد الله السعيد وموجوده في ناصر ماهر. مكسب الزمالك الحقيقي او الخطر الحقيقي على النادي الاهلي لا قدر الله النهارده ان الزمالك من 3 لعيبه ما لهمش رابع، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، احمد سيد زيزو، الثلاثه اهلاويه. ما علينا، خلينا في موضوع. فالكرات الثابته خطر. حسام المسوسي حسام عبد المجيد وحمد المسوسي اقوياء جدا في الكرات الثابته. حمد المسوسي تحديدا بيطلع الله اكبر جامبنج عالي جدا، فمحتاجين نركز في ده. فكره الاستحواذ وفكره ان انت تديهم الاستحواذ في نص الملعب، اللي هم يطلعوا هافاتهم بالراحه وبراحتهم من غير ضغط من اكرم توفيق او من غير ضغط من مروان عطيه، صعبه جدا. فدي هتبقى زي ما قلت لكم سلاح ذو حدين. لو جوزيه جوميز عايز يعمل بالانس، وانا الحقيقه اتمنى اللي هو يعمل بالانس، يلعب بمصطفى الزناري ويلعب بمحمد شحاته ودونجا كسته قدامه عبد الله السعيد، ويرمي شويه ناصر ماهر ناحيه الشمال بدل مصطفى شلبي. جوميز لو عايز يخاطر بقى هيلعب بالتشكيله الاخيره اللي هو لعب بيها الماتشات اللي فاتت، اللي يلعب 1 6 و2 8، وانا لا اعتقد اللي هو هيعمل ده، وربنا يسهل ونشوف النهارده. ما اعتقدش ابدا اللي هو هيلعب بمحمد شحاته باك رايت وهيلعب بدونجا قلب ملعب 6 وقدامه عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي ناحيه الشمال ويزيزو ناحيه اليمين. ما اعتقدش اللي هو هيعمل ده. ومن هنا هاخد نقط القوه اللي ممكن الاهلي يكسب منها ان شاء الله باذن الله رب العالمين. لو جوزيه لعب او جوميز لعب، مش عارف ليه كله بقول جوزيه هو جوميز، لو جوميز لعب ب 1 6 و2 8، هنا النصيحه الاولى والاخيره في الموضوع ده ان تعمل زياده من ورا الاثنين 8 اللي هم هيبقوا سكرينرز، بس سكرينرز ضعاف. يعني ايه سكرينرز؟ يعني بيعرفوا يقطعوا كور، هيبقوا ضعاف جدا. سواء عبد الله السعيد وناصر ما عندهمش الملك، هيبقى في واحد بس الا وهو الاخ دونجا. ففي الحاله دي لو انت ضميت حسين الشحات يلعب في الحته اللي ما بين دونجا وما بين عبد الله السعيد وناصر ماهر، ونفس القصه ضميت او خليت بيرسي تاو ينزل للقلب شويه يلعب في الحته اللي ما بين ناصر ماهر وعبد الله السعيد، انت بتعمل زياده عدديه. طبعا الباكات هينزلوا معاهم، هيرحلوا معاهم طبيعي جدا. فانت تقدر تخلي محمد هاني يطلع بكور عرضيه كتيره قوي، تقدر تخلي يحيى عطيه الله اللي نتمنى ان شاء الله يكون في مستواه النهارده يعمل زيادات بكور كتيره جدا، تقدر تسحب لعيبه الزمالك لورا كتير قوي. زي ما كنت قلت في اول الفيديو، هو سلاح ذو حدين. هو يا اما وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر في القلب مكسب كبير جدا لنادي الزمالك ونقطه قوه كبيره جدا، وان شاء الله ما يكونش كده، او يكون الحاجه الثانيه اللي هي تكون نقمه عليهم ان انت هتقدر تعمل هجمات كتيره جدا، لان هم عندهم السكريننج او قطع الكور فكرتها مش موجوده، او مش بيلت ان، مش موجوده عندهم اساسا زي مثلا دونجا ومحمد شحاته. الخطر الكبير من وجهه نظري لا قدر الله النهارده هو فكره سيف الجزيري اللي ينام ويقوم يصحى يفوق على الاهلي. سيف الجزيري بيتحرك عرض كتير جدا جدا، وانا قلت امبارح مع احد اصدقائي يعني ان سيف الجزيري هيكون مش دوره تسجيل اهداف قوي، هو دوره اللي هو ياخد العين. لان اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل لعيبه الزمالك دايما او جوميز بيعمل حاجه جميله قوي في الماتشات الاخيره، هو بيعمل زيادات عدديه من الاطراف. يعني ايه؟ بيرحل عبد الله السعيد مع محمد شحاته مع زيزو في الحته دي، فبيعمل 3 زياده عدديه، وبيضم لما في العرضيات بيروح ضامم سيف الجزيري، بيروح يرحل على القريبه، ويجي ناصر ماهر ويجي مصطفى شلبي يعملوا الترحيل من الناحيه الثانيه عشان يخلصوا الكوره. او لو الكره كانت ناحيه الشمال واتلعبت او هتتلعب عرضيه من ناحيه الشمال، بيضم برده نفس الفكره، بيجي سيف الجزيري يروح على القريبه، ويجي عبد الله السعيد، ويجي زيزو، ويجي الناس اللي جايه من قلب الملعب سواء دونجا لو جايه له الكره الثانيه عشان يحطها. هي دي التركايه في اداء جوميز الهجومي. فلو الاهلي او ان شاء الله كولر قدر النهارده يذاكر الحته دي، عشان هقولها تاني، رامي ربيعه عامل واحده من اقوى المواسم بتاعته. انا مشكلتي مع رامي ربيعه اللي هو في الماتشات الكبيره دي ما بينصفنيش قوي وبيسرح شويه. يعني انا خايف من رامي ربيعه اكتر من ياسر ابراهيم، مع ان رامي ربيعه رجله في الملعب وهو اللي عامل احسن مواسم، وهو اللي اخر ماتشات مسجل وما شاء الله اكبر ماشي كويس. ربنا يحميه يا رب من الاصابات اللي كانت عامله له مشكله زمان قبل كده كتير، ربنا يحميه من الاصابات. رامي ربيعه في الماتشات دي بيسرح شويه.
بيسرح يعني، في لاج كده، في نوع من انواع السرحان، في نوع من انواع التاخير في التفكير، في نوع من انواع البطء في التفكير. انا بخاف من رامي ربيعه في الماتشات دي. النهارده اعتقادي الشخصي مكسبنا باذن الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين، هيكون مش في امام عاشور، هيكون في قفشه. قفشه واحد بيحب الماتشات دي، بيحب الماتشات اللي فيها الجمهور. اديله بدري كمان، اديله بدري يديك كتير ان شاء الله. نتمنى باذن الله رب العالمين الماتش يطلع على خير. انا قلقان جدا جدا وصاحي بدري وقلبي مقبوض ويعني حالتي النفسيه مش احسن حاجه، قلقان جدا جدا، لان الزمالك لا قدر الله لو كسب مش هيرحمونا. انا محضر الباسبور، اخد مراتي وعيالي ونسافر على طول بعد ما على طول نهاجر بره البلد لو لا قدر الله حصل حاجه. لان هم مش هيسيبونا نقعد في البلد يعني. على اقل تقدير شهرين 3 شهور هيعملوا احتفالات، وممكن بقى تبقى عيد قومي في البلد وحاجات كده يعني. هم بيعرفوا يفرحوا، احنا ما بنعرفش نفرح. انا مش عارف ليه، هل ده عشان الفرحه عندنا بسم الله ما شاء الله اكبر نمسك الخشب كتير فخلاص اتعودنا، ولا احنا بطبيعه الامر باي نيتشر كده زي ما بيقولوا ما بنعرفش نبروز فرحتنا ونفرح ونهلل ونهيس وبتاع؟ هم بيعرفوا يعملوا ده احقاقا للحق يعني. خير باذن الله، نشوفكم ان شاء الله بعد الماتش النهارده، ونتمنى يا رب يا رب يا رب فوز النادي الاهلي. سلام عليكم.